السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أول فيديو من سلسلة السواقة في مصر. هتكلم فيه عن المواقف اللي أنا بشوفها بتحصل معايا أو مع أي حد تاني بغرض إن إحنا نحاول نساعد بعض، مش بغرض خالص إن إحنا نتريق على حد ولا نجيب سيرة حد. تمام كده؟ تمام، عشان بس نبقى متفقين من البداية. خلينا نبدأ مع بعض الموقف الأول، وعايزك تركز معايا عشان تعيش معايا الموقف وفي المكان اللي أنا كنت واقف فيه. في منطقة معينة أنا باروحها، المنطقة دي أنت بتمشي على طريق سريع كده، وعلى اليمين في حتة اسمها نزلة عاملينها الأهالي. النزلة دي بتنزلها بالعربية عشان تعدي الناحية التانية على الطريق السريع المتجه الناحية التانية. تمام كده؟ طب ليه؟ عشان لو منزلتش النزلة دي هتمشي على الطريق السريع ده مسافة محترمة قوي عشان تعرف تلف تاني وترجع. جميل قوي الكلام ده. يعني مجرد هنزل بالعربية لف الناحية التانية بقيت على الطريق. حلو كده؟ جميل. النزلة دي يا سيدي فيها طريقين، طريق نازل للعربيات وطريق طالع عشان يروح الطريق السريع هو كمان. حلو الكلام؟ حلو. يبقى في عربية تمشي من على اليمين وعربية تيجي من على الشمال تطلع. لحد هنا ما عندناش أي مشكلة. اوقات بتحصل زحمه تحت في الحته اللي العربيات بتطلع منها، فايه اللي بيحصل؟ العربيات بتقف صف كده على اليمين لحد ما الزحمه اللي تحت تخف والناس تظبط كده الدنيا، وده يطلع وده يطلع والدنيا تسلك، وتلاقي العربيات دي بدات بقى تمشي تروح الناحيه التانيه، والزنقه لما تفك العربيات اللي جايه هتطلع فوق وتمشي على الدايري. عايزك تبقى متخيل معايا عشان ما تتوهش مني. حلو كده؟ حلو. عايز اقول لك بقى ان انا اتحطيت في واحد من المواقف دي. كنت راكب عربيه في برنامج من البرامج اللي زي اوبر دي من فتره طويله، والعربيات وقفت على اليمين عشان كان في مشكله تحت. حوالي 14 او 16 عربيه واقفين على اليمين لحد مسافه بعيده جدا ورا. حلو كده؟ مستنيين ايه؟ مستنيين المشكله اللي تحت عشان تتحل عشان العربيات دي تمشي. وعلى شمال العربيات دي في طريق فاضي. الطريق الفاضي ده بتاع ايه؟ بتاع العربيات اللي جايه من تحت عشان تطلع. طيب، عايز اسالك سؤال. لو انت ماشي بعربية ولقيت صف عربيات كبير جدا واقف على اليمين ومش راضي يمشي في الحتة دي، العقل بيقول ايه؟ يعني العقل والمنطق بيقولوا ايه؟ هل الناس دي كلها اغبياء؟ يعني هل الناس دي عاجزة ان هي تدوس على البنزين او تطلع بالعربية تمشي في الحتة دي؟ لازم تسأل نفسك سؤال بشلن: هو ليه المكان ده فاضي؟ علشان في عربية هتطلع منه، فما ينفعش حضرتك تنزل في الحتة دي. تمام كده؟ طيب، خلينا نقول ان في ناس بتستخدم مخها بالطريقه الغلط. لو انت استخدمت مخك بطريقه غلط وجيت على حد وعشان مصلحتك وما عملتش مشكله، خلاص ممكن نعديها، مفيش مشاكل مادام ما حصلتش حاجه للناس التانية. انما لما تستخدم مخك بالطريقه الغلط وتاذي الناس، دي بتسمى الفهلوه، استخدام الدماغ بالطريقه الغلط، وفي النهايه انت نفسك مش بتكسب، انت كمان هتخسر، الا بقى لو انت قاصد تعمل ده. تمام؟ طيب، الناس اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده ربنا يهديهم ويصلح حالهم بيعملوا الحركه دي. هنلاقي بقى يا باشا عربيه جايه في الحته اللي هي اللي جنبنا دي ويروح نازل. طب يا باشا، في ناس على يمينك، يعني الناس دي واقفه ليه؟ اكيد مش عاجزين، او العربيات 16 عربيه عطلوا فجاه. يعني كده مش منطقي، كده في سفينه فضائيه نزلت وفيها ذبذبات وقفت مواتير العربيات دي كلها. ده الحل الوحيد. طب الناس، ما الناس مش اصنام، الناس يعني اللي فاتح الازاز وحاطط ايده يعني مستنيين حاجه. كل ده ما لفتش نظرك؟ العربيه دي لما بتنزل بيحصل ايه؟ بتنزل في وش العربيه اللي جايه. طب العربيه يا عم لو المشكله حصلت ممكن ترجع بظهرها. لا يا باشا، ما هو اللي خلاك تاخد او اللي خلاك تاخد الخطوه دي والشجاعه اللي جات لك خلت كذا واحد وراك شافك فراح نازل وراك. نازل وراك على اساس ان انت صح، وبرضو الناس اللي على اليمين دي كلها مش موجوده، شفافين. فايه اللي بيحصل يا باشا؟ بيوقفوا الطريق تحت وما بتقدرش ترجع بظهرك خلاص، لان انت وراك كميه عربيات بالهبل. ايه ده؟ هو انا يعني نسيت اقول لك، هم ما بقوش ثلاثه، هم بقوا اكتر من ثلاثه بكتير. فالصف اللي على اليمين اللي هو اللي احنا اتفقنا ان هم موتى خلاص شفافين، بقى في صف على الشمال قدهم واكتر، لانه انت عارف ما هو هنا في طريق وهنا في طريق، في عربيه زياده هنا ومكان فاضي هنا، المنطق بيقول اعمل ايه؟ ادخل في المكان الفاضي. ففي ناس وراك ممكن ما يكونوش عارفين ان انت غلط وهيلبسوا الغلطه بسببك. هو مش عارف ان هنا في مشكله، هو شاف صف عربيات هنا ودخل وراه. مفيش مشاكل هنا، زي ما انت بتعدي كده من الكارته فلقيت صف عربيات معناها ان في طريق هنا فانا همشي وراهم. انما مين اللي غلط اول، او يعني مين اللي غلط اول غلطه، او كم واحد غلطوا الغلطه الاولى؟ اول عربيتين ثلاثه اللي شايفين الوضع. فهنا ايه اللي حصل؟ الطريق وقف. وقفنا قد ايه؟ ساعه ونص. بتهزر صح؟ لا والله العظيم ساعة ونص، والله العظيم ساعة ونص. وقفنا في الشارع ساعة ونص.
لحد ما الناس كانوا هيضربوا بعض حرفيا. وبغض النظر عن ان انا كنت مروح بيتنا، مش مشكله لو اتاخرت شويه، والكابتن اللي انا ركبت معاه المفروض اديله فلوس زياده لان انا عطلته، كل ده مقبول وممكن يعدي. لكن في ناس فعلا عندها مشاكل، في حالات ممكن تبقى حالات حرجه، واحد مودي ابنه مستشفى، ولا واحد عنده مشكله ربنا يعافينا كلنا، ده اكتر واحد هيتاذي، ده مش هيسكت. ده لو نزل وجاب يعني طوبه خبطك بيها حرفيا هيكون بيفرغ طاقته، بسبب ان انت غلطت، بسبب ان انت ما صبرتش. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. المشكله كمان في ان نزولك ده مش هيخليك تمشي، مش هتوصل لحاجه. الشارع وقف، يعني النزله وقفت. بعد ساعه ونص الناس حلوا المشكله باعجوبه، ان واحد وقف في حته بعيده جدا وخلى العربيات ما تدخلش، قال لهم ما فيش دخول في الشارع ده عشان العمليه واقفه قدام. ده كان الحل. وعربيه عربيه بدات تسلت نفسها كده من الطريق، لحد ما عرفنا نوقف الدنيا، يعني نوقف العربيات اللي جايه فوق على الطريق السريع عشان ما حدش ينزل تاني، وبقينا نطلع عربيه عربيه لحد ما الدنيا اتفكت. القصه اللي بحكيها لك دي مش قصه نادره ولا حاجه زي ما انت فاهم، القصه دي بتحصل كل يوم، ومتاكد ان في ناس في التعليقات هتروح تكتب لي قصص شبيهه او افظع منها كمان، وانا مستنيك تكتب لي حصل معاك حاجه زي كده ولا لا. ولو انت لافف في مصر هتبقى عارف انا اصلا بتكلم عن انهي حته تحديدا دلوقتي. طب ايه الحل؟ الحل ان حضرتك ما تراهنش على وعي الناس، عشان هتتصدم صدمه وهتلبس في الحيطه زي ما انا لبست. لو راهنت على وعي الناس الا من رحم ربي هتتصدم. كان ايه الحل؟ الحل ان هم حطوا طوب خلوا النزله دي لعربيه واحده بس. فلو حضرتك داخل ولقيت عربيه طالعه في وشك، بديهي مش هتعرف تخش لانك هتلبس فيها. بالتالي لما تيجي تنزل فعلا فده طريق ليك انت لوحدك، هتنزل وبعد ما تعدي الحته دي هتلاقي طريقين رايح جاي، ساعتها بقى تنزل عادي، مش هتضايق اللي جاي على الشمال. لانك لو حاولت تعمل ده هتكون انت دخلت الحته دي فعلا، فمش هتحصل المشكله دي تاني بنسبه كبيره. يعني مش هقول لك 100%، بس بنسبه كبيره. ربنا يهدي الجميع ويهديني انا اول واحد. بس احب اقول لك ان حركه فهلوه بسيطه ممكن تاذي ناس تانية، ممكن توصل لحياه شخص كان مستني يروح مشوار وممكن ينزل يسيب العربيه ويجري عشان يلحق مشواره. مفيش داعي للكلام ده. عشان حضرتك توفر دقيقه ولا دقيقتين ممكن تعمل مشكله تقعدك ساعه ونص. والراجل بعيدا عن الناس كلها كانت هتنزل تضربه حرفيا، دي قصه تانية انا ما اتكلمتش عليها. انت بقيت مكروه عشان حضرتك حبيت توفر دقيقه او دقيقتين وما وفرتهمش في الاخر. الموقف ده يا شباب انا اقصد منه بس ان ربنا يكرمنا ونفكر في الناس اللي جنبنا، مش قاصد منه تريقه على حد، ولا ان حتى لو قلت عليهم ان عندهم قله وعي دي مش اهانه، ناس كتير قوي عندها قله وعي. بس نفكر في الناس التانية ونفكر ايه المترتب على اللي هنعمله، وبعد كده نتوكل على الله ونمشي. يا رب يعني يكون الموقف عرفت احكيه بالشكل المناسب وما كنتش اتعصبت عشان انا كنت موجود في الموقف. وشكرا.